أخي يا فريد، لو تعرف شو صار معي امبارح بالليل. خير ان شاء الله. هات خبرنا. امبارح بالليل شي الساعة 12 كنت فايت على رفتي بدي نام، وإذ موبايلي عم يرن. مين يا حزك طلع؟ مين؟ ناصر الخليفي. ومين هاد ناصر الخليفي بلا زورة؟ لك معقول يا فريد ما بتعرف مين ناصر الخليفي؟ لك هاد بليونير قطري بيملك نص الكرة الأرضية، منها قنوات البي ان الرياضية القطرية، وبيملك نادي باريس سان جيرمان. لا، القصة كبراني معها كتير. ايه وشو بده؟ قال لي، طبعا بعد ما سلم علي واطمن علي وعلى عيلتي ومن الحكي، بس قال لي مضطر انا بدي اختصر شوي لانه عندي اشغال كثيرة، فراح فوت بالموضوع دغري. ولك ولعيه خلصني كمان. انت فوت الموضوع ديري. المهم يا سيد راسي، قال لي يا وحيد، انا فكرت كثير، ولو قدرت السند والهند ما راح لاقي افضل منك لادارة نادي باريس جيرمان. وانا شايف بعد ما اشتريت افضل اللاعبين كرة القدم مثل ميسي ونيمار وغيرهم، كلهم رجعوا غيروا رأيهم وراحوا تعاقدوا مع أندية تانية، لأنه يلي كلفتهم بإدارة النادي ما عرفوا يتصرفوا منيح وإدارتهم كانت سيئة. لذلك أنا بدي إياك أنت تستلم إدارة النادي، والراتب يلي بتطلبه بعطيك إياه. العمى، انت ضرب بحك على الاخير. لك شو كنت ضارب امبارح؟ سكران محشش شو قصتك؟ ها، بلشنا مسخرة. أنا قلت أكيد إنك ما رح تصدقني، وكنت متردد إني أحكي لك. ولك حاجتك بقى. العمى في عيونك على السحبة. ايه والله اكبر كذاب بالعالم ما خطرت على باله. يعني أنت ليش مستقل فيني وبقدراتي؟ لك ماني مستقل بقدراتك، لانه بالاصل انت ما عندك ولا قدرة. لك انت حتى على مرتك ما عندك قدرة. تطلب منك كاسة مي. قال قدرات. لك ما انا يلي عاجنك وخابزك. هلا بالله شو صاير معك مباري؟ ما في شي، بس اتخانقت أنا والمرة، صرخت فيني كم صوت، فتتني من الطب، وصارت تجيني الأحلام والكوابيس. ايوه، هاي هي. وانا عم اقول لحالي شو قصته الزلمه. هيك انت عيني. هلا اقتنعت. وان شاء الله الصبح لما فقت ردت عليك المدام وسامحتك. ايه الحمد لله، قمت لك من على بكرة الصبح، نظفت المطبخ وجليت الأجليات وحضرت لها فطور ملوكي، وقعدنا فطرنا، وعلى الفطور طلبت منها السماح والغفران. طبعا هي بالبداية ومثل العادة ما بتقبل دغري، بس بعد ما شافتني شو عملت، وبعد إلحاحي وإصراري إنه تسامحني، واعترافي وأنا بكامل قواي العقلية إنه أنا غلطت وارتكبت بحقها أشنع الأخطاء، قامت سامحتني وابتسمت لي ابتسامة خفيفة مثل العادة. الحمد لله إنه بالأخير قدرت إنه انتزع منها ابتسامة حتى لو كانت خفيفة. ايه الحمد لله. اهم شي رضا الله، ثم رضا الزوجة. قال ناصر الخليفي قال. قوم قوم. قوم خلينا نمشي. شرف سيد راسي.